أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الملك خع سخموي، آخر ملوك الأسرة الثانية. هنبدأ كلامنا بإشكالية. الإشكالية دي تتلخص في انقسام الباحثين على وجود ملكين بعد بير إبسن. بعض الباحثين شاف إن اللي خلف بير إبسن خع سخم، وجي بعديه خع سخموي، وناس تانية شايفة ان الاتنين واحد. والحقيقة العملية صعبة جدا ان احنا نحدد، لانها المفروض ان احنا عشان نقول اذا كان في ملك او اتنين لازم يكون في اثار تدل عليهم. يعني وحتى من الكلام اللي مكتوب صعب برضو ان احنا نحدد ليه. يعني هنلاحظ ان خاع سخم وخاع سخموي الاتنين اسمهم متقارب تماما. الحاجة التانية ان خاع سخم اتخذ لنفسه لقب القوة تتجلى، وخاع سخموي اتخذ لنفسه لقب القوتان تتجليان. فأصبح العملية يعني فيها صعوبة جدا جدا. يعني هنحسم المشكلة دي بأننا هنقول إن خاع سخموي هو آخر ملوك الأسرة الثانية، على اعتبار إن هو في معلومات كافية عنه، في آثار بتدل عليه. إنما خاع سخم ده ما فيش عنه أي حاجة بالمعنى، وكل الكلام عنه في الكتب ترجيح. يعني معظم الناس قالت ترجيح، وناس قالت كلام في كتب ألفوها وبعد فترة غيروا كلامهم. فاحنا هنعتمد على ان خاع سخموي هو آخر ملوك الأسرة الثانية، وهنتكلم عنه دلوقتي. بالنسبة لنطق اسمه خاع سخموي أو خاع سخموي أو سخموي. يعني في الكتب هم كانت مكتوبة سخموي موصولة ببعضها. المواقع الأثرية بتكتبه خاع سخم وبعدين وي بين قوسين. فإحنا مش هنشغل نفسنا بنطق الاسم، يعني الأسامي بتتغير على لسان الناس. اسم زي إسماعيل بننطقه إسماعيل، وفاطمة بننطقه فاطمة، وسليمان بقى سليمان، ومحمد بقى محمد. بيتضم أو يتفتح أو يتكسر على لسان الناس. يعني احنا هننطقه النطق السريع خاع سخموي، خاع سخموي. الملك خاع سخموي مسك الحكم في فترة نزاع بين الصعيد والدلتا. وطبعا احنا فاكرين ان الملك بير إبسن اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت اتخذ الصعيد مركز له، وشعاره كان اللي كان بيحطه او يضعه فوق الصرخ او فوق واجهة القصر هو المعبود ست. استطاع الملك سخموي انه يضم الصعيد والدلتا في واحدة، واتخذ لنفسه لقب القوتان تتجليان او تتجلى القوتان. والمقصود بالقوتان هنا قوة ست وحور، يعني مفيش انحياز لحد منهم، على اساس ان الدلتا والصعيد واحد. وده اتبقى الشعار بتاعه، زي مينا بالظبط ما عمل شعار موحد بانه عمل تاج فيه التاج الاحمر والتاج الابيض، دلالة على وحدة الصعيد والدلتا. يعني نقدر نقول ان خاع سخموي هو تاني واحد اقام الوحدة بعد مينا، وقضى على فكرة النزاع بين الدلتا والصعيد. نتيجة لذلك تميزت فترة حكمه بالهدوء والاستقرار والأمان. بنى لنفسه قبر في أبيدوس، وجعل حجرة دفنه كلها من الحجر، كما بنى معبدا. ويذكر حجر باليرمو أن تمثالا من النحاس صنع من أجله. تعتبر أبنية خاع سخموي الجنائزية في أبيدوس أمر يثير الإعجاب الشديد. تحدد في تصميمها ورمزيتها الطريق نحو مجموعة الهرم المدرج. يعني كانت هي البداية والتمهيد لظهور الهرم المدرج بعد كده بحوالي جيل تقريبا. حددت حجرة دفن خاع سخموي بكتل من كساء الحجر الجيري، وهو يمثل استخدام الحجر على أوسع نطاق حتى ذلك الوقت. يعتبر فناء الجنائزي المعروف الآن باسمه العربي شونة الزبيب. يعني الفناء الجنائزي ده له اسم تاني عربي اسمه شونة الزبيب. يعتبر هذا الفناء بناء عظيم جدا جدا من الطوب اللبني، ربما شكل أسطول من القوارب الجنائزية. اكتشف مجاورا للفناء جزءا من برنامج البناء الكلي.
تبشر المباني داخل فناء الحوش ببعض عناصر مجموعة الهرم المدرج زي ما قلنا. لا تزال شونة الزبيب أحد أوضح الآثار في أبيدوس، فقد قاومت جدرانها السميكة الضخمة 45 قرنا من الزمان. يعني الأثر ده صمد 45 قرن من الزمن. 45 قرن ده رقم مش بسيط، رغم حجمها الكبير وما تمثله من جهد مبذول. ليست شونة الزبيب هي البناء الوحيد الذي يمكن نسبه للملك خاع سخموي. يمكننا أن نعثر أيضا على بناء موازي في الجانب الشمالي من الوادي العظيم في هيرا كونوبوليس. تقدمت مصر في عهد الملك خاع سخموي تقدم كبير جدا، زاد فيه استعمال الحجر في المباني، واستقرت مصر على أوضاعها الفنية الخاصة بها، واستكملت أكثر مقوماتها. امتاز عهده بالهدوء والتقدم في جميع مرافق الحياة. يتضمن عهد الملك خاع سخموي بناء سفينة وفقا لحجر باليرمو. ظهر الملك في التماثيل اللي تركها، التمثالين اللي ليه، وهو يرتدي الرداء الحابك المرتبط بعيد السد. وعيد السد احنا اتكلمنا عنه قبل كده وقلنا انه يحتفل بيه بعد فترة كبيرة على العرش، مش أقل من 30 سنة، كنوع من أنواع التجديد للحكم. ايه اللي بيميز فترة حكم الملك خاع سخموي؟ فترة حكمه تعتبر نقطة تحول في التاريخ والثقافة المصرية، ربط فيها التطورات المبكرة اللي ظهرت في الأسرة الأولى والثانية بالازدهار التام للحضارة المصرية من بداية الأسرة الثالثة. الحاجة التانية ان منشآته الجنائزية كانت تمهيد لظهور عصر الأهرام فيما بعد. الحاجة التالتة والأهم ان أهم إنجازاته السياسية هو إعادة تأسيس الاستقرار والأمان ووحدة البلاد من تاني لمصر. وهنلاحظ ان الوحدة والاندماج ده كان مرتبط بالإنجازات الثقافية والفنية والمعمارية. بالظبط كده احنا قلنا الكلام ده ايام الملك مينا، ان الاستقرار هو طريق التنمية، طريق الازدهار، طريق الرخاء. عثر في مقبرة خاع سخموي على اكثر من 200 اناء حجري، 7 منها زودت بغطاء من رقاقة سميكة من الذهب، شدت على الفوهة بإحكام، وربطت وختمت بختم طيني. خصصت مثل هذه الأواني للاستخدام في العالم الآخر، وهي تكشف عن عدم الاكتفاء بفكرة الاستمرارية والرغبة في تحقيق التناسق والجمال والرقة في الأشكال. تم تغطية جدران حجرة دفن الملك خاع سخموي بألواح من الحجر الجيري، زيادة عدد حجرات الخزين التي اصطفت على جانبي ممر طويل، وهو ما يشير إلى استيعاب أمتعة جنازية أكثر. يرجح أن 7 معابد بنيت لمقابر أبيدوس في كوم السلطان في شمال أبيدوس، وإن دي كانت البادرة الأولى لفكرة فصل المقبرة عن المعبد. وقد زين حائط حوش خاع سخموي بالداخلات والخارجات. لو حبينا نلخص الآثار اللي هو تركها، هنلاقي عندنا هنا إناء من الحجر الجيري مغطى بغطاء ذهبي، وده كان في مقبرة أبيدوس زي ما قلنا. عندنا هنا كمان لوحة من الجرانيت عليها اللقب الستي والحوري. الستي لقب لست، المعبود ست، والحوري لقب المعبود حور. وزي ما قلنا ده أكبر دليل على وحدة البلاد واندماج الدولة في وحدة واحدة، وطبعا ده كان أهم إنجازاته السياسية. هنلاحظ هنا في تمثال الملك خاع سخموي ينقصه الجزء الأعلى الأيمن من الرأس، وقد مثله الفنان اللي أبدع له التمثال ده جالس على مقعد بسيط بمسند قصير للظهر، بتاج الوجه القبلي الأبيض، ورداء طويل يظهر منه رجليه ويديه فقط. وفق المثال اللي صنع له هذا التمثال في تمثيل الجسم، واهتم بتفاصيل الإيدين والقدمين، وأجاد في تمثيل ملامح الوجه والفم بدقة. صفحة الخد بدت رقيقة تكشف عما كست من عظام،
يتضح من الوجه ما ينطوي عليه نفس هذا الملك من جد وحزم. التمثال من حجر الشيست أو الإردواز الأخضر، عثر عليه في هيرا كينوبوليس الكوم الأحمر، طوله 56 سنتيمتر وعرضه 13 سنتيمتر، موجود في المتحف المصري بالقاهرة. هنلاحظ ان الملك ده من الملوك العظماء زي الملك مينا بالظبط، ما يفرقش كتير. اولا لانه اعاد وحدة البلاد واستقرار وامان مصر، وده مهد فيما بعد ان يبقى في تطور في عصره في كل حاجة. هنلاحظ ان هو كان بداية عصر الاهرامات العظيمة اللي تحدد الزمن، هو نفسه شونة الزبيب او مدفن الجنائزي بتاعه. هنلاحظ ان هو تحدى الزمن 45 قرن وعاش لحد النهاردة. بالحديث عن الملك خاع سخموي نخلص الأسرة التانية. هنخصص في الفترة الجاية مجموعة حلقات هنتكلم فيها عن أهم المعبودات اللي كانت موجودة في عصر الأسرات المبكر أو العصر الثاني أو العصر العتيق، يعني هو له أكتر من اسم واحنا قلنا الكلام ده قبل كده. هنتكلم عن جيران مصر، عن نظام الحياة الإداري السياسي، كل ما يتعلق بالفترة ديت، بحيث ان احنا نبقى اتكلمنا عن الملوك وعن فترة حكمهم، ايه المميزات اللي كانت موجودة فيه. وبكده تنتهي حلقتنا، واترككم في امان الله.